تخيلوا معايا القاهرة في الأربعينات. قاعات السينما حر نار، يا إما صيفي يا إما بمراوح صوتها يصدع الدماغ. فجأة الناس تدخل سينما وتخرج مش قادرة تصدق. مش فاكرين الفيلم، فاكرين نسمة الهوا البارد اللي لأول مرة حسوها. مين ورا المعجزة دي؟ مش نجم شباك ولا بطل فيلم، ده كان بطل من نوع تاني، مهندس مصري اسمه محمود الطاهري. الراجل اللي غير مفهوم الراحة للمصريين من أول صلاة العرض لحد اختراع الكولدير اللي بيروي عطش ملايين لحد النهاردة. لكن زي ما الطاهري طر هوا مصر نشفت ريقه، ودي الحكاية اللي لازم نحكيها من المجد لحد السقوط. سنة 1961 الطاهري بيصحى الصبح بيقلب الجرايد، فجأة يلاقي خبر تأميم مصنعه. مكالمة تليفون توصيه يقعد في البيت لحد ما يفهم إيه اللي بيحصل، وبعدها يطلبوه مش كمالك لكن كموظف في المصنع اللي بناه بإيده. تخيلوا الإحساس، مصنعك، عرقك، حلمك بيتسحب منك. ومع ذلك الطاهري ما قالش أنا مش لاعب، بالعكس قرر يكمل لأنه كان شايف إن الحلم أكبر منه. الحلم اسمه صناعة وطنية مصرية. نرجع لأول الحكاية. المنصورة في الثلاثينات، شاب اسمه محمود الطاهري، ابن واحد من أكبر أعيانها، كان ممكن يعيش على أملاك أبوه 2000 فدان. لكن لا، الطاهري كان عنده شغف تاني، الهندسة. سافر إنجلترا، درس ميكانيكا في نيوكاسل، وبعدين شد الرحال لأمريكا. هناك اشترى معدات مصنع أحلامه، ورجع مصر حامل فكرة: أنا هصنع تكييف مصري يستحمل تراب ورملة وهوا بلدنا. أول خطوة حقيقية عملها لما بنى مصنعه الأول على جزيرة الدهب. هناك الطاهري ما اكتفاش بالتكييف، ابتدى بتصنيع المراوح اللي تناسب الجو المصري، وبعدها ابتكر تلاجات العرض اللي غيرت شكل المحلات والسوبر ماركتس وخدت اسمه لأبعد من مجرد مهندس، بقى صانع صناعة كاملة. الفرصة الذهبية جات له من سينما مترو، أيقونة القاهرة وقتها، مكان يبتدي السلام الملكي بعزف حي وفاصل موسيقي قبل الفيلم. إدارة السينما قالت له: ينفع تخلي الهوا هنا ساقع من غير مراوح؟ الطاهري ابتسم وقال: سيبوها عليا. وبعد شهور قليلة تتعلق يفط جديدة، سينما مترو، أول سينما مكيفة في مصر. والناس خرجت من القاعة مش فاكرين الفيلم، فاكرين الطراوة. من هنا اتولد اسم الكولدير اللي دخل كل بيت. بعد نجاح التكييفات، الطاهري ابتكر اختراع غير الشارع المصري: الكولدير. حنفية عجيبة تنزل مية ساقعة من غير تلج ولا تلاجة. الناس كانت تجري وراه، وكل حد شرب منه دعاله. الكولدير بقى رمز مش بس للتبريد لكن للخير، لدرجة إن لما حد بيفكر يعمل صدقة جارية أول حاجة تيجي في باله نركب كولدير. وده سر خلد اسم الطاهري حتى بعد ما اتنسى. المصنع كبر، فندق فلسطين في اسكندرية، قبة جامعة القاهرة، فنادق الأقصر، كلها اتبردت باسم الطاهري. وبعدين التكييف الشباكي المنزلي في 1956، إنجاز خلى العالم كله يقف طابور على اختراعاته. لكن الحلم اصطدم بالواقع: فساد، بيروقراطية، صفقات استيراد بتكسب ناس أكتر من التصنيع. الطاهري بدأ يحس إنه بيتحول من مؤسس صناعة لمدير ورشة تجميع. الطاهري قرر يهاجر، باع كل حاجة وخرج من مصر ومعاه $100 بس. بيروت محطة، ومنها على أمريكا. هناك الصنايعي الجال عظيم بقى مجرد موظف، ابنه يوزع جرايد علشان يشتري عجلة. حياة متقشفة بعيدة عن أصول المنتزه وسهرات نادي الجزيرة. لكن حتى في غربته الطاهري فضل يقاتل، يبتدي من الصفر، يعافر، يثبت نفسه تاني. ورغم كل ده نهايته كانت في نعش راجع القاهرة. جثمان محمول على أكتاف عمال مصنعه اللي وقفوا يودعوه في صمت ويقولوا: ده الراجل اللي طر الهوا علينا. محمود الطاهري، الراجل اللي صنع الحلم وخسر كل حاجة لكنه ساب أثر ما بيموتش. السؤال اللي هيفضل دايما مطروح: هل كل كولدير مية في مصر صدقة جارية على روحه؟ وهل ممكن إن التراوة اللي زرعها
تعوض العطش السنين اللي عاشها؟ اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك. متاح على يوتيوب وكل منصات البودكاست.